هل انقلب ترامب على نتائج قمة ألاسكا مع بوتين؟ هل ساوم مع الأوروبيين على أوكرانيا وإيران؟ فجأة وبعد نحو أسبوعين على قمة ألاسكا بدأت التسريبات الإعلامية الغربية عن احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك المجنحة. بالتزامن كان الثلاثي الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا يأخذ قرارا بتفعيل آلية الزناد أو سناب باك لإعادة فرض العقوبات تلقائيا على إيران في مجلس الأمن بذرائع نووية متعددة. رد موسكو على هذه التسريبات جاء على الحدين البارد والساخن. في الميدان تقول موسكو إن صواريخ توماهوك لن تصنع فرقا، ولكن موسكو ستعزز صناعتها الدفاعية أكثر. أما ما بعد الميدان تلمح روسيا إلى إمكانية استخدام النووي، فيما لو استخدمت كييف صواريخ توماهوك لقصف مؤسسات روسية. والرد المباشر على ترامب جاء من بوتين بأن تزويد كييف بهذه الصواريخ يدمر المنح الإيجابي لإعادة بناء العلاقات. ترامب عاد وأكد عزمه تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ عن طريق شرائها من قبل الأوروبيين. فهل قرر مفاوضة بوتين بالتهديد وهو يعلم أن بوتين لا يصغى لتهديدات أي طرف في العالم؟ تبددت إمكانية إنهاء الحرب على الساحة الأوكرانية وصاحبها توتر أطلسي في شرق أوروبا قبالة الحدود الروسية. الكثير من الأوروبيين الأطلسيين يسرعون الخطوات التصعيدية، لا سيما أن النخب الحاكمة لدى هؤلاء الغربيين تعيش أزمة شعبية وتخشى افتقاد السلطة. تتهم بعض الدول روسيا بخرق أجوائها عبر المسيرات، ووصلت إلى بلجيكا ورومانيا وبولندا وفنلندا والنرويج. الأطلسيون يعملون على بناء ما سموه جدار المسيرات، وهددوا بإسقاط أي مسيرة روسية تشكل خطرا. في الوقت ذاته يعزز ترامب الاستنزاف المالي للأوروبيين، ويضغط عليهم لشراء الأسلحة الأمريكية لصالح أوكرانيا كي لا يكون في مواجهة مباشرة مع روسيا بشأن صواريخ توماهوك. السؤال الكبير لدى الشارع الأوروبي: لماذا الإصرار على الاستمرار في الحرب طالما لا إمكانية لهزيمة روسيا؟ هل قرر ترامب التراجع عن خطته لوقف الحرب لصالح دفع الأوروبيين الكثير من الأموال، أم أنه قرر أيضا مواصلة استنزاف روسيا بهدف تحييدها عن الصراع مع الصين وأمريكا اللاتينية بعد تمكين قبضته من الشرق الأوسط؟